السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ام نوح. كنتمنى كلكم تكونوا في احسن الاحوال. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك وابوني وسبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد السلطه سهله وراقيه وجميله في المنظر ديالها، بمكونات بسيطه متوفره في اي بيت وممكن اي واحد يستعملها. مهم نخليكم مع طريقه والمقادير غادي نحتاجوه. اول حاجه غادي نحتاجوها، فاحنا عندنا هنا الرز مسلوق كلاصي مع الماء مملح. عندي هنا واحد البطاطس اللي قليتها، سلقتها عاد قليتها صوتيتها في الزيت. عندي بطاطا مسلوقه عاديه، ديك البطاطا اللي بقات ليا. عندي الفرomاج، عندي الباربا مسلوقه، وعندي خيزو مسلوق، عندي بروكولي مسلوق وصوتيته مع شويه ديال الثومه وزيت البلديه. عندي مطيشه مقطعه، عندي مايونيز، الطون والمايز، ملحه والبزار والكمون. عندنا هنايا القزبور والزيت والخل وبصيله مقطعه صغيره. عندنا هنا الخس اللي درتو في هذه الانيه هذه، عمرته ودرتو في الطبسيل. هذيك الانيه غادي نحطها الوسط باش نحط من فوق الطبسيل اللي غادي ندير فيه الرز ديالي باش يكون معزول على الخضر. اولا غادي نشدو الرز ديالي، غادي نديرو في البانيو باش نخلطو مع باقي المكونات. غادي نضيف ليه هنايا المايز، علبه واحده من المايز، وغادي نضيف ليه المايونيز والطون. بالنسبه للطون فانا غادي نديرو بالزيت ديالو، لان داك الزيت ديالو بالنسبه لي مكنبغيش نضيعها، كتعطي واحد النسمه زوينه للرز وكنفضلها تبقى معاه فكنخليه. المهم انا غادي نفرتو داك الطون فوق الرز ديالي. وغادي نضيف ليه المايونيز. بالنسبه لهذا المايونيز هذا اللي كنستعمل انا فهو صنع منزلي، ماشي ديال البيض. هذا المايونيز ديال الحليب. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش المايونيز ديال البيض او اللي عندهم حساسيه مع البيض، فهو كيجي عاقد وكيجي زوين كيستحق التجربه. نعاود نصور لكم مره اخرى. عندي هنايا شويه ديال الملح لانني انا الرز ناقصو ديال الملح، وشويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون، غير داك النسيمه ديالو كتجي حتى هي مع الرز. وغادي نزيدو معلقه ديال الزيت، وغادي ندمجو باقي المكونات كامله حتى تندمج مع بعضياتها. بالنسبه لكم ممكن تستعملوا حتى الجلبانه، لانني كنت ناويه نديرها ولكن نسيتها في الاول ما درتهاش تسلق، وبالتالي مبقاش ليا الوقت اللي غادي نديرها طيب، فاستغنيت عليها وخليتها غير هكذا. ممكن عاوتاني مبغاش يدير طون، ممكن انه يستعمل الكروفيت او لا يستعمل قطع الدجاج او لا اي حاجه كتفضلوها نتوما واي حاجه متوفره عندكم. هنا مني خلطنا هذا الخليط هذا، فاحنا غادي نشدوه وغادي نديروه في المول ديال الكيكه. كاينين هادوك ديال السيليكون. دابا انا مع حاليا متواجدين عند الام ديالي، يعني دايرين غذاء عائلي. دونك كنستعن داكشي اللي كاين. هادوك ديال السيليكون كيجيو عاليين، كيجيو مقببين كما كنقولوا ليها، كيجيو زوينين في المنظر. المهم انا غادي نستعمل غير هاد المولد الكيكه الصغير، وغادي نعمرو بهذا الرز هذا، وغادي نحاول انني نضغط عليه في الجوانب كامله باش الرز يلصق مع بعضياته ويشد لينا لا فورم ديال هذاك المول، وتتراصى فيه داك الزواقه ديال الوريضه اللي كاينه فيه. حنا غادي نضغطوا عليه مزيان بواسطه المعلقه. ممكن تستعملوا يديكم، لان الاحسن اذا استعملتوا يديكم غادي تحكموا فيه مزيان. مهم ضغطوا عليه وتاكدوا بانكم ضغطتوا عليه بشكل جيد. دابا ملي قادين الرز ديالنا،
فغادي نشدوه وغادي نقلبوه في داك الصحن ديال التقديم اللي غادي يجيكم فوق هذيك الانيه اللي حطيتو في الوسط النيشان. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يستعملوا داك الانيه او يمكن يستعملوا زلافه الا ما عندهمش، ولا كما كنستعمل انا في المنزل ديالي كندير داك الطبسيل الخاص بالكيك اللي عنده رجلين كنحطه في الوسط وكنوضع فيه كلشي. بالنسبه لي هنا انا غادي نحط هذا الرز في فوق هذيك الانيه كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ واحد المطيشه اللي غسلتها ومسحتها مزيان وغادي نحطها في داك الفراغ اللي عندي في الرز، وغادي نشد داك البطاطا اللي صايبتها في ليكيردون، غادي نبدا ندورها وحده على وحده ملاصقه مع وحده على نلصقها فيها على داك الرز. غنبقى نخشي 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 وندورها عليها كامله تعطيني واحد الشكل ديال الورده. هو كما كتشوفوا ها هو الشكل اللي قلت لكم كيجي رائع 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 رائع. ما نوصف لكمش انا بعدا كتعجبني داك المنظر ديالو بحال الشجيره هي بزاف كل مره باش كيتعمر. المهم انا هاد المره عمرته في الدار بالبطاطس. هنا غادي نبداو نستفوا الخضر ديالنا في الطبسيل ديالنا اللي فرشناه كله بالخص. اول شيء بديت بالبروكولي اللي فورته وصوطيته بشويه ديال الثومه وزويته بلديه ومليحه وشويه البزار. بالنسبه للبروكولي اللي ما كيبغيش مذاق ديال الثومه ما يديروش. انا حيت كيعجبني المذاق ديال الثومه درتو فيه. واخا خوتي ما يعجبهمش ما تيعجبهمش هما الثومه، ما كيعجبهمش داك الجهد ديالها، انا كتعجبني. ممكن نتوما تستغناو عليها نهائيا ولا ديروا نفس الكميه بها والنصف الاخر بلاش. مهم غنديروا في كلتا الحالات في كلتا الجانبين اسمحوا لي. ديما ملي كنديروا في هذا الجنب كنديروا الجنب المقابل اللي هي غاديه باش كاع اللي كاينين في الطابله كيوصلوا لداك الخضر بدون ما نبقاو جالسين كندوروا في الطبسي ولا شي كيمد لشي. من بعد غادي نحط داك البطاطا اللي بقات ليا من هذيك اللي زوقت بها، غادي نحطها حتى هي من الجانبين واخا هي قليله. المهم غير باش ما تبقاش ضايعه حتى هي وتكال. هاد القطه هذه اللي صغيره كتعجبني، كتجي غزاله في المذاق ديالها، كتجي سبحان الله مختلفه على القطه اللي كبيره. عندها واحد اللوغو زويون، سيرتو في هاد الشيء ديال السليق ولا ملي كتسلق وكتصوطا بالزبيده ولا بزويته كتجي يا سلام هائله. غادي دابا نصايب الشرموله اللي غادي نشرمل بها باقي الخضر اللي عندي. هنا شديت زلافه، درت فيها الخل، درت فيها الزيت، وغادي ندير فيها الملحه والبزار والكمون شويه شويه شويه. انا ديما كنستعمل اليد ديالي كيعجبني ناخذ القياس بيديا، ما كنعرفش ناخذ القياس بزاف بالمعلقه لانني مولفه كندير القامه بزاف باليد ديالي. وغادي ندير معاهم داك القزبور اللي قطعته والمعدنوس رقيق بزاف 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 باش ما يجينيش باين في الخضر مكنزز ولا هذا. وغادي نخلطو كلشي وغادي نضيفو الخضر ديالنا. غادي نديرو الخضر ديالنا في بانيوات باش نخلط انا كلشي في مره واحده ونسهل عليا العمليه بلا ما نبقاو جالسين وحده بوحده. غادي نديرو البطاطا ديالنا بانيو بوحدها، كذلك بابا ديالنا بوحدها وخيزو ديالنا بوحدو. وغادي نبدا نضيف ليهم الشرموله شويه شويه. غادي نبداو الاول بالبطاطا ديالي وغادي نخلطها وغادي نديروها حتى الباربه ديالي. غير الباربه غادي نضيف لها حتى البصله اللي شديتها وقطعتها صغيره بزاف بالطريقه التقليديه اللي علموها لنا والدينا لانها كتجي زوينه بها. نفس العمليه غادي نديرها مع خيزو. واخا انا خيزو كان اغلبيه في السلطات ديالي كنشدو كنصوطيه مع شويه الحامض والزويته
والخل ومليحه والبزار والكمون كيجي هائل. هنا حتى درت له الشرمولات، تفكرت راسي راني انا كنت ناويه نديرو يتصوطا. بقيت تالفه مع الدراري تلفوني حتى درت لكلشي نفس الشرموله. اصلا كنستعملها في جوج طرق، ولكن الطريقه الاخرى كتجي بها احسن واجمل بكثير. المهم غادي نبداو نفرقوا الخضار ديالنا، نفرقوا نبعدوا بالالوان، نديروا كما قلنا الخضار من كلتا الجوانب، من الجانب اللي القدام واللي اونفاس معاه، ديما وحده مقابله مع الاخرى وحده مقابله مع الاخرى باش كيعطينا داك الشكل مقاد. كما كتشوفوا راه هذه سلطه سهله سهله سهله، ما كتحتاج لا ابداع، ما كتحتاجش شي ماتيريال كتير ولا شي حاجه. كما قلت لكم ممكن تستعملوا غير زلافه في الوسط وتبصيل، وتستعملوا غير صينيه تدرجوها كامله بالخص، وهم توفروا عندكم اول حاجه الاواني اللي يحتاجوا. وبالنسبه للبطاطا ولا خيزو ولا البربك فهم متوفرين في اي بيت مغربي، ممكن تستعملوه. هنا عندنا درنا مطيشه انا درتها هنا، درت لها غير مليحه، خليتها هكاك طريه. نورمالمون كنستعملوا فيها بزاف السوغيس، كندورها حتى هي بلي كيرنو هي والكاشير ولا هي الشاركوتري. من ما توفراتش قطعتها طويله ودرت ليها مليحه ودورتها على الطبسيته هي بهذيك الطريقه. بقات لينا البربيه الاخرى اللي غادي نضيفهم حدا البطاطا. ديما نحاولوا انكم الالوان توزعوهم، الاحمر يكون بعيد عن الاحمر، الابيض يكون بعيد عن الابيض، باش كيعطي واحد اللون متناسق في السلطه ديالتنا. ودابا ملي سالينا بزاف ديال الخضره ديالتنا كامله وقادينها كامله على خاطرنا، غادي نشدو داك الطبسيل اللي عندنا ديال الروز وغادي نحطوه في البلاصه ديالو اللي خصصنا ليه. كما كتشوفوا معايا هنا ملي كنحطوه من فوقها فهو هنا كيعطينا داك المنظر اللي كنا كنقلبوا عليه. المهم انا غادي ناخذ هنا داك الفرماج ديالي اللي خليت، كنقطعو على جوج وكنبدا كنروليه بحال كورني. مني كنروليه كنحطو وكنخشيه بين جوج بطاطات اولا بين بطاطا وحده، وغادي ندير فيه زيتونه وحده كيجي بحال الوريضه وكيزيد واحد الجماليه. ممكن تستعملوا شاركوتري كما قلت لكم، انا ما كانش عندي. ممكن تستعملوا سوريمي، ممكن تستعملوا غير الزيتون، ممكن تستعملوا طوماط سوريز ديروها في العصيات. انا غادي نشارك معكم سلطات اخرين اللي درت الضيوف ديالي، نحاول عن قريب ان شاء الله نشاركهم معكم. المهم هاي الطريقه كما كتشوفوا معايا. بالنسبه اللي بغى يعرف اكثر غادي تشدوها غتقسموها على جوج بحال هكذا، وغادي تهزوها وغادي تروليوها، غتبقاو تدوروا بحال غدوروا شي كورني، وهكذا نتوما حصلتوا على الشكل ديالها الرائع. وديروا لها زيتونه باش كتبينها كحله، كتبين داك الورده. وغادي ندوروا الحبه الاخيره. وهاد الطبق ديالنا دابا واجد. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وان نكون عطيتكم واحد الفكره جديده للسلطات
على شكل شجره، فهي كتجي رائعه، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الا عجباتكم فما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم. اش بان لكم شي نصيحه، لاني انا براسي كيعجبني نزيد نتعلم من عند الناس. اي نصيحه بغيتو تزيدوا تعطيوها ليا، خطا درتو كتبوه ليا في لي كومونتير. الا عجبكم الفيديو ديروا ليا جيم، واللي ما مشتركش معايا في القناه ندعيه باش يشترك معايا ويضغط على الزر الاحمر اشتراك او ابوني او سبسكرايب. ومرحبا بكم في القناه ديالي، وبصحه والراحه.